الجهاد وأرض التحرير وأرض الأخوة العربية الصادقة. بهذه المناسبة أنا أحيي إخواننا أبناء الشعب الجزائري العربي الشقيق بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، والتي كللت بفضل مجاهدي الجزائر والدعم العربي لهذه الثورة الرائدة، والحقيقة حتى أطلق عليها هي الثورات العربية. كللت بالاستقلال، وهو تاج على رؤوس كل الجزائريين وعلى رؤوس كل العرب. وهذه القمة العربية التي تنعقد بهذه المناسبة وعلى هذه الأرض العربية الشامخة دائما، نأمل ونتمنى أن تكلل أعمالها بالنجاح وبالتوفيق وبما يتمناه أبناء الجزائر ويتمناه كل أبناء الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها. لا شك أن مواضيع المطروحة على القمة أو في جدول أعمال القمة أمام القادة العرب هي مواضيع عربية مهمة جدا تمس الأمن القومي العربي، سواء في الجانب الاقتصادي أم في الجانب العسكري أم في الجانب السياسي أم في الجانب الجغرافي أيضا. وهذه المواضيع ربما ليست المرة الأولى التي تنعقد قمم لمناقشتها، ولكنها تنتقل من قمة إلى أخرى ومن جدول أعمال إلى جدول أعمال آخر، نتيجة المعطيات السياسية والعسكرية والتحالفات المختلفة والوضع الدولي والوضع الإقليمي المتغير بشكل دائم. وبالتالي القادة العرب محتاجين دائما إلى مواصلة الجهود في مثل هذه المسائل الحساسة التي تتعلق بالأمة العربية في أمنها الغذائي والاقتصادي والمائي والعسكري والجغرافي والسياسي في جميع الجوانب. نتمنى أيضا بعزيمة المسؤولين الجزائريين وبعزيمة وإرادة وصدقية القادة العرب أن تحقق هذه القمة ولو بعض النجاح.